كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. فاضل ساعتين على مغرب يوم 7 رمضان. امبارح نادي انبي تعاقد مع كابتن حمزة الجمل مدير فني، ومحمد حمص واحمد فتحي مدربين، واحمد عبد الظاهر جهاز فني من 26 فرد. ماشيين نادي انبي بطريقة علمية احترافية، كل واحد له التخصص بتاعه، مفيش تدخل في الاختصاصات. عملية مش هبولي كده زي عندنا في الاسماعيلي يعني. انا من النهارده انا بشجع نادي انبي في الدور الثاني، وانا صايم وصادق في الكلام ده. واذا انبي لعب الاسماعيلي انا بشجع انبي حرفيا، ونفسي انبي يفضل في الدوري الممتاز. واذا حد منهم هينزل هو او الاسماعيلي، اتمنى الاسماعيلي هو اللي ينزل، علشان العصابه اللي حواليه دي، على راي تركي آل الشيخ لما قال على ناس كده، العصابه دي تنزل تبعد عن النادي الاسماعيلي. دلوقتي في منصب فاضل يا مجلس اداره النادي الاسماعيلي، انتوا والعثمانيين وحسني عبد ربه. موضوع المدير الفني عدى بسلام بالنسبه لكم. منصب المدير الرياضي فين؟ كابتن اسامه خليل لازم يمسك مدير رياضي للنادي، يا نصر يا ابو الحسن. خلاص لازم اسامه خليل يمسك مدير رياضي. وبرضه موضوع النادي الاجتماعي الجديد للنادي الاسماعيلي فين؟ وشركه الاسماعيلي للاستثمار الرياضي فين يا نصر يا ابو الحسن؟ يا اما روح مع السلامه ويجي حد يمسك النادي، سواء هشام عناني او سليمان ابو عريضه او اسامه خليل. بكل التوفيق باذن الله يا رب يا جماعه لنادي انبي طبعا في مشواره للبقاء في الممتاز. سلام عليكم.